شاء الله. من 2007 ل 2016 فتره طويله شويه. 2016 احنا بقى 2016 ربنا ماشي. تخيل. يعني محدش قال لي يعني. محدش قال لك. طيب الالبوم الجديد يطلع بعد هذه السنوات، ده لان انت تعمدت انك ما لقيتش حاجه تعمل بيها البوم محترم تنزل بيه كده وتبقى حاسس انك انت نازل بثقل، ولا بصراحه كان في صعوبات حالت دون المساله؟ كان في حاجات كتير قوي طبعا. كان في ثوره ثورتين يعني لو سمحت حضرتك، يعني ثورتين. دي لوحدها خدت بتاع 3 4 سنين كده لخبطه، ما حدش فاهم حاجه. صح كده؟ صح. قبل كده انا كنت مع جود نيوز وانفصلنا عن بعض. بدأ سوق الكاسيت في الوطن العربي يتراجع ورا جامد جدا عشان المواقع الانترنت والحاجات دي، القرصنه اللي حصلت. فبدأت شركات الانتاج تتخض وتخاف وتتراجع لورا، فما كانش عندي جهات انتاج. مش انا بس، انا ونجوم يمكن يكونوا اكبر مني كمان ساعتها كانوا بينتجوا لنفسهم. انا ما كانش عندي القدره ان انا انتج لنفسي، وكنت اخاف ان انا انتج لنفسي. مع ان انا انتجت زي غير عاشق بحب في ستار ميكر. كانوا انتاجي وكانوا دخلت بيهم المسابقه يعني. لحد لما حصلت الثوره سافرت بره مصر، قعدت الف شويه كده في العالم شويه. بعدين رجعت صورت عندي فيكي في امريكا، ورجعت قعدت مع استاذ محسن جابر، مع استاذ هشام الجزار، مع محمد محسن جابر. شافوا كليب، اتفقنا مع بعض على عقد ان احنا هم ينتجوا لي بقيه السي دي يعني، وتوكلنا على الله. ومن هنا بدا دايما ليه نظره يعني. استاذ محسن جابر الحقيقه يعني هو صانع نجوم طبعا طول عمره طبعا. ويكفي ان انا لما بكلمهم في التليفون اقول لهم لو سمحت انا نفسي في كذا، في ساعتها بيتنفذ. مريحه قوي للفنان قوي. بتحب القديم يا ايساء؟ الاغاني القديمه يعني؟ طبعا. بتحب ايه؟ بحب ورده، بحب فريد الأطرش، بحب عبد الحليم حافظ، بحب كريم محمود، ام كلثوم، فايزة احمد، بحب كل القديم. طب هتغني لنا مين؟ اللي انت هتسمعي لمين؟ انا بحب كل اللي انت قلت عليهم.